السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل كده شوية معجنات. الجو بقى برد وسقعة كده، وعايزين ايه نعمل اي حاجة تدفينا شوية. هنعمل المعجنات ديت في البيت بمكونات بسيطة جدا. اول حاجة هنجيب بولة معانا كده، وهنحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة، وننزل عليهم بمعلقتين من السكر وكوباية كبيرة من المية، وهندوب كله مع بعض وهنركنه على جنب. هنجيب بقى العجان بتاعنا وهننزل فيه بكيلو من الدقيق، هننخله كويس. طبعا المعجنات دي من اجمل واحسن حاجة يا جماعة نقدر نعملها في بيتنا، وزي ما المثل بيقول البيت اللي مفهوش دقيق حاله بيضيق. فاحنا بنملى بيتنا بالخير وبالحاجات الكويسة اللي ولادنا بيحبوها. طبعا احنا نزلنا على الدقيق بنص معلقة من الملح، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من السمسم. مكونات بسيطة جدا وكلها طبعا موجودة في البيت. وربع معلقة كده من الفانيليا بتدي برضو ريحة حلوة للعجين. وهنخلط بقى كل المكونات الجافة دي كلها مع بعضيها، وهننزل عليهم بكوبايتين ونص من السمنة. لو حابة تحطي سمنة على زيت مفيش مشكلة، حابة تحطي كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت برضو مفيش مشكلة، يعني اللي عندك او المتاح اعملي بيه. انا بحب بعمل القرص المبسوسة دي يا جماعة بسمن بس، بتديها نعومة كده وبتبقى طعمها احلى. طبعا احنا عجلنا السمن مع الدقيق كده كويس لحد ما الدقيق اتشرب من السمن، ونعمت معانا كده العجينة زي ما انتوا شايفينها. والخميرة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، خمرت وعليت اهي. هننزل بيها على العجينة بتاعتنا، هنقلبها كويس وننزل بيها، ونسيب بقى كله يتعجن مع بعضه حلو كده، ياخد عجنة كويسة، عجنة حلوة كده يا جماعة، كله يتشرب من بعضه لحد العجينة كده ما تلمي معانا. وزي ما انتوا شايفين عجينة ناعمة وملساء وطرية كده في ايدينا. هنغطيها ونركنها على جنب ترتاح شوية. هنجيب بقى العجوة بتاعتنا، هننزل عليها بمعلقتين من السمنة ومعلقة كبيرة من السمسم ونص معلقة من القرفة. طبعا السمسم والقرفة بيدوا طعم حلو قوي للعجوة، وبيدي طعم كمان معانا في العجينة كده، واحنا بناكلها بنحس ان مش مجرد حشو عجوة بس، لا في طعم حلو كمان كده معاها. هنا انا قسمت العجوة نصين، خدت اول نص فيها وجبت كيس تلاجة فتحته ونزلت بيه بالعجوة بتاعتنا، وغطيته بكيس تاني عشان اعرف افردها كويس. وهبدأ بقى افرد العجوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنفرد كده فيها. طبعا الاكياس ديت بتدينا فرصة ان احنا نعرف نفرد العجوة كويس وما تلزقش معانا ولا تلزق في ايدينا، وبتبقى سهلة برضو واحنا بننزل بيها على العجين. زي ما انتوا شايفين كده هنطبقها ونركنها على جنب. العجينة بتاعتنا ارتاحت، اهم حاجة بس ان العجينة ترتاح عشان تتفرد معانا كويس، تبقى ناعمة كده وجميلة في ايدينا. زي ما انتوا شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم احسن ما بين ايدينا. وهنبدأ بقى
نديها عجنة كده بايدينا كده كويسة لحد العجينة كده تلين في ايدينا. وهنقسم العجينة نصين. هنركن بقى النص ده كده، هنغطيه ونركنه على جنب، ونبدأ نشتغل في النص الاولاني بتاعنا. هنقسمه نصين عشان العجينة تبقى صغيرة في ايدينا كده ونقدر نفردها براحتنا. شايفين العجينة لينة وطرية يا جماعة ازاي في ايدينا، مقاديرها مظبوطة وعجنها مظبوط ما شاء الله. الله اكبر، اللهم بارك واللهم احسن ما بين ايدينا. العجينة بتتفرد كده بسهولة وطرية وناعمة معانا. تعرفي كده ان انتي عاملة عجينة صح وهتاكلي حاجة ناعمة كده وكويسة. طبعا الحاجة في البيت طبعا بتفرق كتير. انتوا عارفين الحاجات دي دلوقتي بقت في المخابز سعرها عالي جدا، وهي مكوناتها بسيطة ومش مستاهلة يعني ان احنا نجيبها بالاسعار دي كلها. هننزل بقى، فردنا العجينة بتاعتنا كده مستطيل وهننزل عليها بالعجوة، ونبدأ بقى نظبط العجوة كده مع العجينة. كل حتة منها تبقى واخدة من العجوة عشان لما نلفها رول يبقى كل جزء او كل قطعة معانا فيها عجوة، متبقاش حتة فاضية وحتة فيها. ونظبط كده العجينة بتاعتنا كله يتدخل مع بعضه، وهنبدأ بقى نلفها كده رول. بصوا سهلة وبسيطة وما فيهاش اي صعوبة، اي حد ممكن يعملها. اي واحدة ملهاش في العجن ومبتدئة لسه هتعملها بسهولة على طول. هنبدأ بقى نفردها كده. العجينة كانت الرول طويل معايا، قسمته نصين عشان اعرف افرده، عشان برضو القطعة ما تبقاش كبيرة لانها بعد ما بتخمر بيتضاعف حجمها، فلازم افردها كده واخليها زي ما انتوا شايفين لان هي لسه هتزيد. وزي ما انتوا شايفين كده ملفوفة لفة حلوة وهنبدأ بقى نجيب الصاج بتاعنا ونرص فيها العجين. وده اول شكل هنعمله من المعجنات بتاعتنا. والجزء التاني نفس الشيء هنبدأ نفرده. ده خد معانا كده الصاج الاولاني. دي القطعة التانية اللي كنا حاطينها على جنب، دي نزلت عليها كده بمعلقتين كبار من الشمر واليانسون، محمصاهم وطحناهم نص طحنة. هبدأ بقى اعجنها كويس كده بين ايديا لحد ما تشرب من كل الشمر واليانسون اللي انا نزلت بيه. زي ما انتوا شايفين العجينة لينة يا جماعة ازاي في ايدينا، حلوة وسهلة كده وجميلة. هنبدأ بقى نفردها برضو رول كده. وهنضغط عليه ضغطة خفيفة، يعني مش ضغطة جامدة، ضغطة خفيفة كده. واعمليه بقى الحجم اللي انت عايزاه، حجم صغير اقل من كده براحتك. يعني عايزة الصباع صغنن هتقطعيه على صغنن، عايزاه كبير زي ما انا عاملاه كده. شكله جميل وحلو وطعم تاني، يعني حاجة بعجوة كده وده حاجة بشمر وينسون. وهنرصه في الصاج برضو بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين كده الحاجة جميلة وخير في البيت، والله والله خير في البيت. ده المنين بتاعنا اللي بالشمر واليانسون برضو ملا معانا صاج. العجينة التانية بقى اللي متبقية، ده الشكل التالت اللي احنا هنعمله.
هنبدأ نقطع العجينة كور صغننة كده، ونحاول نظبط يعني ايدينا ان كل قطعة تبقى قد التانية، ما نخليش واحدة اكبر من واحدة بس. وعملوا معانا زي ما انتوا شايفين كده. وادي بقية العجوة هبدأ اكورها واركنها على جنب. ادي العجوة معانا جاهزة، وادي القرص معانا جاهزة. هنبدأ بقى نفردها ونحط العجوة في قلبها، ونحاول نضغط على العجوة كده على شكل برضو قرصة كده، بحيث ان كل قطمة يبقى فيها عجوة زي ما انتوا شايفين. 3 اشكال من كيلو دقيق. مالولنا البيت خير، ومالولنا البيت معجنات وحاجات جميلة كلنا بنحبها، وبنجيبها غالية جدا من بره. ليه واحنا نقدر نعملها واحنا واقفين على طول كده في المطبخ؟ مش هتاخد وقت. كده العجين خمر معانا. هبدأ بقى القرص بتاعتنا دي كده نشقها من فوق عشان ما تنفخش معانا، تبقى مستوية كده واخدة الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فرن بقى على درجة 200، وسوينا المعجنات بتاعتنا. شايفين الجمال والحلاوة؟ والله ما في أجمل ولا أطعم من كده، وأحلى وأنضف وأحسن من المحلات مليون مرة، وأوفر كمان. كيلو دقيق عمل لنا كام شكل وكمية قد ايه، ومالينا بيتنا خير. يا ريت تجربوا الوصفة ديت، ولو عجبتكم لايك وشير واشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. والله محسن ما بين ايدينا. السلام عليكم ورحمة الله.